أو زي ما شفنا في 28 يناير، لأن الشرطة مش متعاونة خالص مع الإخوان، ومش هتنزل، ويوم ما تنزل مش هيبقى في مواجهة، والجيش مش هينزل. في حل على فكرة، يعني الواحد بصراحة تعب من كتر الندوات اللي بيتعامل مع ناس كبار وغيره وغيره، بس بياخد فكرة. المواجهات مش هتبقى بالمعنى المفهوم، هو الخوف من مواجهة الشعب مع بعض. بما ان الاخوان اكيد طبعا هينزل بمليونية مؤيدة، او طبعا الناس بتمشي في المسيرات الاول، في ناس هتعمل هيطلع طبعا مغيبين اللي مش فاهمين حاجة، نازلين ليه؟ ما احنا خلاص ما صدقنا انتخاب رئيس، في اصوات بتنادي كده بتقول لك كده. طب استنوا عليه، ما كانوش شهرين على بعض، ما اعرفش ايه. والله مش مشكلتي، كونك اتسحبت من لسانك وشردت على نفسك في خلال 100 يوم، هتعمل مش ما تعرفش تعمل بقى مع السلامة، حتى اللي تقول. ومش هناخد تاني على قفانا، لان الوقت مش في صالحنا. يعني كون يقول الوزاره الجديده 100 يوم بعد الوزاره الجديده، لا انا اسف، دي اسمها سكرهم ليه؟ ياخد اعلى وزاره في الدوله على ايه؟ عمل ايه للجنزوري ده؟ مش الجنزوري ده اللي كان كفته؟ مشكلتنا يا جماعه ان احنا تقريبا عندنا ذاكره السمك على فكره، مش فاهم ان انت يعني اليوم اللي بيعدي ما بنفتكروش، بننسى دايما اللي حصل، وده سبب رئيسي ان احنا ما نتعلمش اخطائنا. وسهل جدا بنقعد وبنشتغل في الحدث اللي بعده. يعني حاليا احداث الابانور، او احداث البراشين، او غيره او غيره، يعني يا لهتنا يا اما قربت تلهينا عن الموضوع الاساسي والطريق الرئيسي اللي هو الدستور. وخايف يجي كده يوم وليله ونبص نسبح لان نفسنا خلاص شربنا دستور محترم وخلاص بقى هنعيش بيه بقية حياتنا دي بقى نفس نظام حسني مبارك. فالي خايف ننزل، لا مش انا عن نفسي نازل. وعلى فكره مش شرط المواجهه السلاح بالسلاح، في طرق تانية افضل بكتير. في تونس حاربوا جميع مقرات الاخوان، كويس. يا جماعه لازم فصل. انا رايي فيها احصر دكتور مرسي. وعلى فكره انا مش في حد كان بيشاور لهم ولا ايه، معرفش كان فاهم ازاي، أنا مش فاهم يعني. وخصوصا دول امريكان حتى من دول اكبر عدو للاخوان. يمكنهم تصبح كده من ليله ما تلاقيش مكتوب خالص. تخيل بقى المنصب بدون مكتب ده هيعمل ايه؟ انا قلت له تاريخ خلقه. فبدون المنبع اللي بيدور المعلومات، المصدر ده لما تفصل عنه المصدر، فيك ان الحل على فكره. معلش يمكن الناس تزعل مني في النقطه دي، ما كانش شفيق واحد. يمكن قلت رايي قبل كده، ده راي شخصي يعني. يا جماعه لان دي السياسه، ده بالسياسه حظه وحش انه اتحرق، اذا ما كنتش وحش معلش. وبالك في مسؤوليات مدمر، انت تقول انا مش عارف، بس يا رب فلول الحفظ، الحفظ اقول عايزين نشغل الحته اللي انا دي، عايزين نشغلها. يعني مش فاهم كل اللي مش مع ضدي،
ازاي يبقى فلول؟ شكله ما هو كانش بيقول لك ينفع. اللي هيزعل منك هو يبقى فلول. هو بيقول لك اللي هيزعل منك هو اللي يبقى فلول. بس انا وضحت لك بس. لو انا فيش اسف نسيج، معلش، حتى لو فلو كانوا كانوا فعلا عارفين المرحله المرحله دي دي مش مظبوطه كشغل ما كانوش هيسيبوا يشتغل. معلش انا شغال اكتر من حوالي يعني 14 سنه دلوقتي مع الاخوان، وفاهم الناس دي بتفكر ازاي. كويس، الناس دي توغلت في العقليه المصريه، وما فيهاش كده اصلا. مصر فيها شعبيه يا جماعه، اللي هي المفرخه بتاعت والفقر. يعني اتفرج مثلا وقول كده، مساكين واحد بيبيع كليته وبيبيع ضناه عشان يجيب العيش، مش يبيع كليته. طبيعي، ملوش. وصدقوني كل يوم بقول منك لله، لو كان علم الشعب ده حصل وكانت لأن عشان ما علمش الشعب همجية كانت عندك. فأنا كنت طولت فلا، والله بقى اللي شفت في مسبيرو، واللي شفت في 28 يناير، شفت يوم السبت اللي كان بيدور وانا جنبي، انا مسافه متر انا كان ممكن اكون مكانه، بس لما ليه عمر خلاص، ليه نصيب في حاجه هيشوفها. ما فيش حد بيموت ناقص عمر. ايوه كويس، ما فيش حد بيموت ناقص عمر. وحاجه انا مؤمن بالحاجه دي فعلا، يعني بعد كده شفت بصراحه، لا طالما ليك عمر ما حدش ياخده منك. فلا انا نازل، وزي ما قلت العيار اللي ما يصيبش بيكبش، فكر باذن انك موجود. الامر بيد الله فعلا. فاشكركم على الوقت والمداخله دي، وارجو يا جماعه، انا مش منضم لحاجه، بس انا لو هنضم هيبقى حزب الدستور بصراحه. لان على فكره اللي مش واخد باله ان البلد دي كان قائد الثوره وطيروه بدري بدري، فلا خد بالك ان البلد دي هو كان قائد الثوره من قبل ما ينزل مصر، وكان بينادي بالتغيير. هو خلاص الراجل كان اللي مش هينفع، خلاص بعد عن اللعبه واحترم نفسه، وقال لك دي تمثيليه وانا مش هشترك فيها، جاي من الاخر وصالحنا من الاول. فعشان ما اطولش على الناس، اشكركم، اشكرك يا دكتور احمد، واشكر الاستاذ الجدع، وهرفع ايدي واشارك تاني معاكم. اتفضل المايك. شكرا يا ابني. وبقالك نص ساعة بتقول انا طولت عليكم، طب انا هنزل، طب لاكون زعلتكم وتروح فاتح موضوع تاني. طب انا معلش اصلا انا طولت عليكم وانا هنزل بقى، وتروح فاتح موضوع تاني. انت ايه بتضحك علينا يعني، بتنيمنا؟ بس مقبولة منك، يلا. بس المهم انا بتأسف بقى اخويا المدمر اللي بعديك في دور، لان زمانه طبعا كده مجهز لنا ديناميت وهيدخل نار لانه منتظر بقى له 10 ساعات تقريبا. ما تخافش ما تخافش، هديله المايك ارفع الصوت، انا فاضي. بالنسبه للاستاذ مرجان، هو قال كلام جميل جدا، بس انا مش احب بس اقول له نقطه، او اقول العيار اللي ما يسيبش تقدر تشيله، انك انت قويت وقويت مناصرين، لانك انت بتحشد. معنى انك بتحشد يعني بتنزل ثوره، معنى الحشد ده يعني ثوره، معنى ثوره يعني انك تشيل رئيس جمهورية، مش معنى ثورة انك تعترض على موقف. فانت لو ما قدرتش تشيل رئيس الجمهورية، معناها انسى ان انت تعرف تشيله خلال الفترة الجاية. فهمت حضرتك؟ وهقول لك نقطة كمان يعني مثال،
بسيط. لو كان محمد حسني مبارك كنا فعلا ادينا له فرصة يكمل، كان ماتت الثورة. ماشي حضرتك؟ فنقطة. النقطة التانية، أنا كنت ضد طبعا إن نقطة نزوله يوم 24 أغسطس. أنا ضد الميعاد ده بالذات، إن هو قبل ال 100 يوم وقبل إن هو ما ياخد فرصته كاملة، لأن هيبقى في حاجات كنت لازم تديله فرصة كاملة عسى إنه يعمل شيء. يعني في ناس هتقول لي البينة يعني البينة مش حلوة، بس ممكن تقول لك إيه، الراجل لسه عامل الحكومة النهاردة، في ناس تقول لك حذفه من بعد ما عمل الحكومة، في ناس بتقول حذفه بعد ما عمل حكومة. أنا واحد من الناس هحذف بعد ما عمل الحكومة، بس مش هحذف أنا مسكت 100 يوم. هل أنا مش مستني منه إن هو يحقق لي المطالب؟ أنا عايز مؤشرات بس، يعني أنا عايز مؤشرات. بص يا تيتو، أنا قلت لك قبل كده لو الناس نزلت هنزل، بس لو الناس نزلت تطالب بحق، نازلين عشان نشيل مرسي، مش نازلين عشان نعمل اعتصام ونرجع. أنا مش بتاعك، أنا مش هنزل تاني، هعمل اعتصام وارجع. يبقى أنا بقول لمرسي اتحكم في البلد، ومش هنقدر نشيلك حتى لو أخطأت. أنا بجيبها لك، أنا شايف كده. ماشي؟ لا طبعا أنا ضد حرق مقررات الإخوان. ما هو مش أي حاجة أنت عايز تعملها بحق. يعني ما أقدر كلمة أنا مختلف مع تيتو أروح أولع في بيته؟ لا، أنا مش بكره تيتو أروح أولع في بيته. مش حاجة اسمها تحرق مقررات. إزاي يا تيتو؟ إيه اللي تحرق مقررات؟ هو أنت سألك سؤال يا تيتو، وأنت فاكر أنت حاطط المقررات عارف اللي هيحصل؟ أنا مش هتضر. المسيحيين هم اللي هيتضروا، هيحرقوا الكنائس على المثال، وأنت تعلم ذلك، وأنت تعلم ذلك. ما بقتش بقى كده، انت كده وصلتها لحرب اهليه. كده انت وصلتها لحرب اهليه، بتولع البلد في بعض. لا، في ناس فعلا نسيت بتتكلم كده، في ناس فعلا نسيت وعايزه تحرق مقررات، كده البلد بتولع. يعني بلاش حاجه اسمها حرق، يعني عايزين ناخد حقنا. عايزين انا نازل اعترض الرئيس. ما كنت جه للرئاسه، وافقت عليه او ما وافقتش عليه، هو رئيس لمصر، ليه حقق مطالبي؟ ما حققش مطالبي. شايفك رئيس نفس اسلوب حسني مبارك، هو مش انت الرئيس التوافقي اللي هتقدر تحقق مطالب الثورة، يبقى احنا هنمشيك. انا مع كده، انزل اعترض على رئيس محققش اهدافك، مش تنزل تعترض على اخوان. يبقى انت بتضحك على نفسك. هتقول لي انت نزلت تعترض على الاخوان، هيقول لك الفلول وتوفيق عكاشة وبقابلني، وش هيتقال كده. اما انت نازل تطالب برئيس جمهورية ما قدرش يحقق مطالب اهداف الثورة، يبقى انت نازل عشان اهداف الثورة. رئيس ما حققش اهداف الثورة، ما حققش امن، ما حققش حرية وعدالة، ما حققش عيش، حرية، عدالة اجتماعية. ساعتها هتقدر تشيل مرسي. اما تنزل تقول عشان اخوان مسلمين، انا بقول لك ريح نفسك واقعد في بيتك، مش هتعرف تشيله، ولا هتعرف تشيله، ولا هتقدر تشيله. انا كلامي واضح. ماشي؟ كلامي واضح. عايز تشيل مرسي، نازل تشيل رئيس ما حققش أهداف الثورة، ما حققش رئيس توافقي لكل المصريين. في معنى رئيس توافقي إن هو ما جاش توافقي لكل المصريين، ساعتها سهل إن أنت تشيل مرسي. حاجة مسافية، والناس اللي هي مقتنعة بفكرهم مش هتقدر. وأنا كشاب بقول لك مثلا أنت لا، يمكن يبدأ الناس اللي اختاروا الفكر ده حقهم. أنا بقول لك كده هتبقى حاجة تانية، هتبقى طائفية، هيحصل دم كتير. واحنا نزلنا من الفكر ده بالعافية، في الآخر مش هيقدر تشيل ساعة، هيقعد تعد إن هي جت بره بال20 يوم عكس القوة الأخرى، بيفهموا كلامنا غلط. ماشي؟ الحاجة التانية، أنت كمان أنت عايز تشيل نص يكون عندك بديل، البديل اللي عندك مش موجود عندك بديل، وأنا جاي لك أخوان بره مصر. المشكلة إن الناس بتعدي
الدماغ واحد. هتعمل يبقى انت ما عملتش اي حاجة عشان تشيل مرسي، يبقى في بديل قوي ننزله. فعلا مصر عايزة نقف على نفسنا شوية، مبقاش توفيق لكل المصريين. قول الكلام ده ساعتها تشيل. اما تقول رئيس نازل عشان الاخوان المسلمين، لا، هيحصل دم كتير. هتقع، مش هقول لك هتبقى حرب اهلية، لا هتبقى حرب طائفية، مش هتبقى حرب اهلية، لانه كله هيبعد. يعني حتى لو انا انضميت معاك النهارده مش هقدر انضم معاك بكره، بجيبها لك بصراحه. ودكتور احمد صابر لو سامع كده يفهم كلامي دوت، ماشي. النهارده انضميت معاك بكره مش هقدر انضم معاك، انا بجيبها لك من الاخر. وانت برضك لو انت معايا مش هتبقى معايا، فالدم هينزل. وهتبقى مصر، هتبقى حاجه، هتبقى دوله اسلاميه، هتبقى دوله مسيحيه. واحنا لا عايزين دي ولا عايزين، احنا عايزين مصر كل الشعب اسلاميين ومسيحيين عايشين مع بعضنا بحب وسلام. يبقى لازم نفكر بعقل. انا مش عايز اتكلم في كده قلب ميت، انا عايز عقل. انا بتكلم، انا خايف والله، انا مش عايز، اقسم بالله انا بقول كده، مش عايز دم واحد ينزل. والله انا ما عايز دم واحد ينزل، مش عايز دم ينزل. كفايه اللي راحوا، كفايه اللي راحوا كتير، واللي راحوا ما خدوش حقهم ومحدش عارف يجيب حقهم. ماشي. لان انا بجد في ناس بدات تعظم من مبارك، في ناس بدات تقول لا يوم من الايام عمر مبارك لو رجع كان هيعمل لنا حاجه. جامعة حرة، لا في دم حضرتك، عازل مين انت هتعزل ازاي، انت على المقررات جماعة الاخوان المسلمين. سنة الدرجات اللي الجامعة السلفية سنة، هو انا ما فيهاش زعل. ما بيجيش هم مرسي ده. انا بقول كلام مرة ينزل ضد رئيس لم يحقق أهداف الثورة، لم يقف، لم يحدث الأمة يعني المصري. ده اللي أنا قلته. ماشي. لو نزل عشان الإخوان مش هتعطش المصري. أما لو نزل عشان رئيس مقدرش أهداف الثورة، ما جاش رئيس توافق كل مصري، أنا بقول لك هتقدر تشيل منها. لا يعني هتقدر دلوقتي، وخاصة إن اللغة قوية، تقدر تاخد بالك وصلوا للحكم. هم رأيك في إيه؟ بس كامل الوصف. شكرا جزيلا لك. وتيتو عزيز كان له دور من بدري.
طيب، ده بالنسبه لموضوع الاوسمه اللي منحها الرئيس مرسي. آه، بالنسبه انا شايف ان يوم 24 ده هتبقى ثوره عالمه حقيقي. خلوا بالكم، في مارس منزل صوره وقال لك هو في نصها يعني. انا ما اعرفش مصدر الخبر تمام. ترى مرسل عياط انها رغم من المشاركه في جميع المحافظات والقوى، كل القوى الثوريه بتحشد ليه. بس يعني ايه، هو لما قال لو انا مسقط يبقى احسن ولا مش كله. بس يعني ده هدفي. بص، مفيش مليونير ما هزتش الدنيا. يعني احداث مجلس هزت الدوله المدنيه واسقاط من المرشد واعلاء اصل الشريف وحل جماعه الاخوان المسلمين والاحزاب الدينيه. ده هدفي اللي انا نازل له يوم 25. ايه، والهدف الناس الكتير اللي بيقولوا ان احنا مسلمين او احنا الاسلاميين، وبقى كان الشعب كله مسلم ومتأسلم. يعني الشعب كله يا كافر يا مسلم. واخد بالك؟ حتى المسلمين المعتدلين اللي زي دكتور احمد والناس دي مش مسلمه. واخد بالك؟ يعني سباسير ودكتور احمد ومجدي وكل الناس وانا الجدع، الناس دي كلها ما فيش، دول مش مسلمين. يعني انت مقسمهم كده قائمتين، قائمه مسلم وكافر. يعني حتى شيخ الازهر علي جمعه طلع مع شيخ من شيوخ السلفيه، وقال لك ان شيخ الازهر ده كان من فلول النظام ومش عارف من ايه، وهو راجل. اه، بالاسم فقط يعني ايه؟ اه، مش فاهم. يعني مسلم اسم، انت اسمك فاهم ازاي؟ يعني انا مش فاهم. ايه بقى احنا نخلي لينا واحد زي ده؟ يعني انا بصراحه مش شايف ان احنا نستنى عليه تاني. تمام، احنا لو فضلنا قاعدين سنه بجد، يعني احنا بنتكلم على 100 يوم، فاضل لنا ماتش الجزائر. العاصمه اللي خدها مبارك في 30 سنه يا جماعه غلط. احنا مبارك في عقده غلط عبارتين تقريبا، عباره السلام وعباره ثانيه. هي عباره تقريبا هتغرق، واخدين بالكم؟ ماتش الجزائر يتعاد بامانه، ويبقى مرسي جاب لنا ل 30 سنه في ده في 3 شهور. فاحنا مش هنقعد نستنى يحصل الكلام ده. اه 95 و98 ومرسي فاضل له عباره بس، وماتش الجزائر. سلام اكسبريس وسلام، سلام اكسبريس وسلام من النعمة. ما انا بتكلم فاضل لنا عبارتين. هو تقريبا غرق عبارة واحدة يا قلب ميت. في عبارة غرقها بس كانت دي ماشية جوه النيل، صح؟ يعني فاحنا مش هنقعد نستنى العبارتين كمان يغرقوا، واخد بالك؟ والقطرين اتقلبوا، عندنا قطر اتقلب، ويعني كل حاجة يعني موجودة. فمش هنقعد نستنى بصراحة. وميداليات الاولمبياد كلها مش هتتحقق خلاص. بجد انا واثق ان احتمال يعني اديله. اه خلاص. على فكره احنا دلوقتي كمان بنعمل مجموعات، المره دي مش هنصور في القاهره بس، ده المجموعات هتخرج من كل المحافظات. ده اللي انا عايز اقوله لكم يعني. تمام. والناس كلها خارجه من غير قيادات عشان تبقوا فاهمين، الناس خارجه لوحديها. انا بتصل بناس في المنصوره خارجين، بتصل بناس في الشرقيه خارجين، رغم ان هم ما نزلوش قبل كده. صدقني كلهم خارجين، مش غلط. هو ما فيش قياده، لكن هم خارجين في الشوارع. بص هقول لك على حاجه، بدون قياده احنا نقصد بكده مجلس الثوره، او ان القياده تبقى خفيه زي ما هي.
مجموعات هتتجمع وهتمشي في الشارع وتعمل مسيرات ويعني نلدوا حكم الاخوان. تيتو ركز في كلامي. طب انت كتبت ايه يا مدمر قبل كده؟ طيب اوكي. قلب ميت، انا هنزل يا قلب ميت. بس اقول لك على حاجه، الثوره ممكن مش شرط، يعني مش هنقدر نجيب قياده كل منطقه يا حاج او يا حق، واخد بالك؟ يعني في منطقه مثلا حلب وشلاتين هنجيب لها منين واحد مثلا قيادة رئيسيه موجوده كده، رئيسيه، تمام؟ وهي الحركه الوحيده القادره على حشر الممثلات تقريبا يوم 31 اغسطس. صح ولا غلط؟ هي حره. عارف زي تسمح تخصص مش قبل كده. بص يا جماعه، انا ما اعرفش القيادات في عشان خاطر يوقعوا الاخوان هتبقى حاجه كويسه. بس المنيا اخر بلد تتحرك، لان المنيويه ستاتهم هو اللي بيحركوا رجالتهم. ما بحبش المنيويه. بص يا جماعه، اللي يطلع منياوي هو حر، انا ما بحبش المنيويه. حتى لو دكتور احمد طلع منياوي هزعل منه. دكتور احمد من المنيا على فكره يا جماعه، هو المنيا ما جابتش حد غير دكتور احمد بصراحه. يعني ارحم نفسك وخليك دبلوماسي. لا بجد، هو دكتور احمد من مغاغه، بس مغاغه انا بعتبر مغاغه بره المنيا. يعني مغاغه بجد من البلاد اللي بحترمها جدا. فاهمين ازاي؟ يعني بجد. ايه اكتر بلد بتثق فيها يا تيتو لو قامت هتولع الثوره؟ السويس طبعا. السويس. السويس مفيش اكتر منها. على فكره انا حضرت ايام في السويس برضو، تمام؟ ايام ايام قبل 11 رحنا السويس مره نشجع الثوار هناك، وكانوا وقتها كانوا عاملين ثوره حقيقيه في الشارع. ميدان ال40. لا السويس طبعا. المحله ولا بورسعيد ولا الكلام ده كله، كله اي كلام. هي السويس ما عندهمش رحمه. بجد يعني انا بحب السويس جدا جدا جدا. اوكي يا قلب ما يصدقني، انا معايا شغل برضو الساعه 12، ما تقلقش يعني. المايك معاك يا انا الجدع. شكرا يا استاذ. شكرا جزيلا حبيبي. وتيتو، لو في ادمن تاني موجود يبقى قول لي، اكتب لي على التكست. لو ما فيش لما يدخل حد تاني يبقى قول لي. شكرا حبيبي. بس يا مدمر اسكت. ترن وقع ايه وبتاع؟ انت هتضحك علينا، ما لسه كنت واخد ترن دلوقتي. يلحق يقع منين يعني؟ واحنا نايمين يعني ولا ايه؟ اي نعم، انا ما نمتش من امبارح، بس يعني لسه مفتح عين واحده وقافل الثانيه وبريحهم، ببدل العينتين يعني. طيب قلب ميت، اتفضل حضرتك. طيب كده في صوت.